السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني من كل مكان. إن شاء الله معادنا النهاردة مع قصة جديدة. مستعدين؟ يلا بينا على قناتي طلسم. أدائي ولاء شريف. فكرة إن ابني يكمل 4 سنين وهو لسه منطقش بكلمة واحدة، دي فكرة مؤلمة أوي. مؤلمة لأي أم نفسها تشوف ابنها بيتكلم وبيجري وبيملى الدنيا صياح. كلمة ماما اللي استنيتها أسمعها أيام طويلة لسه ما اتقالتش، رغم محاولاتي مئات المرات. حتى كل أطباء التخاطب والأطفال فشلوا إنهم يلاقوا حل، والكل أجمع على حاجة واحدة بس: هو هيتكلم، بس إمتى؟ محدش يعرف. ودته الحضانة ولا قلبي بيتعسر من الألم. كل ما كانت المدرسة بتاعته تكلمني عشان تفهم مني إيه هي حالته الغريبة دي. كل الأطفال في عمره بيتكلموا، ومنهم اللي بقى بيقدر يعبر عن نفسه كمان، وهو صامت تماما، ما بيتكلمش، صامت بطريقة تخليني أبكي ليل ونهار، وافضل ادعي ربنا انه يرد ليا صوت ابني، وانه يكون بيتكلم وما يكونش اخرس. رحت اجيبه من الحضانه النهارده وانا حاسه بضيق شديد، وكأني جوا زنزانه بحجم جسمي، زنزانه مخلاني مش قادره حتى اتنفس ولا انطق بنص كلمه. ووسط شرودي وتفكيري وحيرتي سمعت صوت طفولي غريب، صوت جاي من ابني اللي ماسك ايدي وماشي جنبي. وقفت مرة واحدة لدرجة إن عربية كانت هتخبطني، وقفت مصدومة مش مستوعبة، مذهولة. ابني كان بيتكلم، كان بيقول ماما. بصيت ناحيته ونظرة الذهول مش عايزة تفارقني عشان أسمعه من تاني بيقول لي ماما، عاوز اللعبة دي. وبيشاور ناحية محل اللعب. بصيت له بفرحة كبيرة ورديت: انت بتتكلم يا حبيبي؟ ماما، عاوز اللعبة دي. عينيا يا حبيبي، اطلب عينيا هديهالك. وحضنته حضن بكل ما في نفسي من قهر وتعب السنين اللي فاتت دي كلها. حضنته وبكيت قدام الناس في الشارع بدون أي مبالاة. 5 دقايق ببكي من فرحتي، لحد ما الناس اتجمعوا حواليا وقدروا يفهموا الحكاية. وانطلقت المباركات من الشعب الجميل، لدرجة إن واحدة ست أطلقت زغروطة من الفرحة. ومن شدة السعادة دخلت بسرعة أشتري اللعبة اللي كان طالبها. ولما صاحب المحل خد باله من الموقف أقسم إنه هياخدها مجانا احتفالا بينا. رحت البيت وأنا شبه طايرة من الفرح. كلمت جوزي اللي مسافر، بشرته بالخبر وبشرت تقريبا كل الناس، وكأني دخلت الجنة خلاص. وعدى اليوم بين احتفالات وفرحة كبيرة. وتاني يوم الصبح جريت على أوضته عشان أصحيه للحضانة واسمع صوته. بس لفت نظري كلام مكتوب على الحيطة بتاعت الصالة، مكتوب بلون أحمر، مكتوب بطريقة غريبة. لقيت مكتوب على الحيطة 23 شارع الزهور البرية. اتأملت الجملة مرة واتنين وأنا مش فاهمة سبب كتابتها ايه، بس في النهاية مسحتها ودخلت صحيت ابني وديته للحضانة. وعدى اليوم بسعادة أكبر. كل ما كنت بسمع صوته بيتكلم. وتاني ليلة صحيت عطشانة قوي، رحت أشرب. بس الغريبة إني سمعت صوت جاي من الأوضة بتاعته، كان بيتكلم مع حد. ابتسمت إنه بيتكلم حتى ولو هو نايم. ورجعت أوضتي وعدى الليل عشان أصحى تاني يوم ألاقي نفس الجملة وفي نفس المكان: 23 شارع الزهور البرية. حسيت بالغضب من فكرة إنه يكتب على الحيطة، بس فرحتي بكلامه منعتني إني أعنفه، واكتفيت إني كلمته بهدوء شديد. بس هو أنكر إنه له علاقة بأي حاجة من الكتابات دي. تجاهلت الموضوع للمرة التانية. بس تالت يوم صحيت قبل الفجر عشان أدخل الحمام. فتحت النور ودخلت، بس فوجئت بحاجة مريبة وعجيبة. على سقف الحمام كان مكتوب نفس الجملة: 23 شارع الزهور البرية. وقتها قلبي بدأ يدق بعنف.
ازاي ابني هيطول السقف بتاع الحمام ويكتب الجملة بالخط الواضح والمفهوم ده؟ بدأت أخاف، أتوتر، الموضوع غريب وغير مفهوم. قربت من أوضته وسمعته من تاني بيتكلم، توتر غريب عمال ينهش في قلبي. فتحت الباب بهدوء، لقيته قاعد على السرير ومديني ظهره وبيتكلم مع حاجة في الأرض، حاجة صغيرة، حاجة متدارية ورا السرير. ناديت عليه بتوتر وقربت منه علشان ألاقيه بيتكلم مع اللعبة اللي جبتها له. ابتسمت وطبطبت عليه وخليته ينام وخدت اللعبة وخرجت بره. لأول مرة ألقى نفسي بتأملها، عروسة شكلها مخيف للأسف، وشها شاحب، نظراتها عاملة زي نظرات البشر، وخاصة البشر المجانين. بتحس وانت بتبص في عينيها بمشاعر غريبة كلها خوف وقلق. ما كنتش تقريبا شفتها من فرحتي بابني. حطيتها في ضرفة الدولاب العلوية وقفلت عليها خالص ودخلت عشان أنام. بس لما صحيت ورحت أصحي ابني لقيت العروس نايمة في حضنه، وأكاد أقسم إنها كانت مغمضة عينيها. لما ركزت معاها شفتها بعينيا وهي بتفتح عينيها وبتبرق ناحيتي. جسمي أشعر، اترعبت. لقيت ابني صحي من النوم بكل براءة وقال لي: ازيك يا ماما؟ بس أنا كنت متوترة، قلبي بيدق بعنف، وسألته بقسوة: انت جبت اللعبة هنا تاني ازاي؟ رد عليا ببراءة أكبر وقال لي: هي اللي جت يا ماما. كلامه خلى جسمي يترجف أكتر، وسألته بقسوة أكبر وقلت له: ومين كتب على سقف الحمام؟ رد بحزن وقال لي: هي برضو يا ماما. وقتها كانت أعصابي اتحطمت، ولقيت نفسي باخد العروسة بقسوة منه، ولقيته بيبكي وبيصرخ. بس أنا ضربته بعنف وخدتها ونزلت ورميتها في أقرب صندوق للزبالة ورجعت البيت. رجعت وأنا هادية نوعا ما. حاولت طبعا أطيب بخاطره، بس وسط بكاء وقال لي كلمة واحدة، كلمة خلت جسمي فعلا ما كنتش عارفة أتلم عليه. لقيته بيقول: هترجع يا ماما، هترجع. عديت اليوم ما بين قلق وخوف، وعلى بالليل وبدون وعي مني قفلت باب الشقة بالمفتاح وقفلت كل الشبابيك وكأني خايفة من عدو وهمي أو غريب. دخلت نمت وأنا بدعي ربنا كل حاجة تنتهي خالص. بس في نص الليل صحيت على إحساس بشع مخيف، قبضة باردة مسكت قلبي وكأن حد طعني بخنجر من الجليد. صحيت مكاني وفضلت أتنفس بعمق علشان الإحساس ده يختفي. بس وسط اضطرابي ده لمحت خيال شيء بيمشي قدام أوضتي رايح جاي، خيال شيء صغير قوي، ووقع قلبي بين إيدي. أنا عارفة مش خيال، ومش خيال ابني ده، لا طبعا أنا عارفة خيال ابني كويس، واستحالة ده يكون ابني. ده شخص تاني، أو شيء تاني. قلبي كان بيدق بسرعة رهيبة، وجسمي كله فقدت السيطرة عليه. بس ده ابني ولازم أنقذه لو فيها خطر عليه. خرجت وأنا بترعش، لساني مشلول، مش قادرة حتى أدعي ربنا. مسافة ما فتحت الباب لمحت حاجة بتجري وبتنزل تحت الكنبة، حاجة عاملة زي الفار، بس فار ضخم بيجري ما بين إيديا ورجلي. حسيت وقتها بشلل تام، صدمة رهيبة التهمت كل مشاعري. وقفت اتنفض، حاسة إن قلبي هيقف تماما وهموت. اتنفضت مكاني، اتنفضت جامد لما لقيته بيجري بسرعة رهيبة بيدخل أوضة ابني. صرخت وبكيت من الرعب. قربت من باب الأوضة وكنت بنادي على ابني بصوت بينازع الموت. وقتها سمعت صوته بيتكلم. أيوه، ده بيتكلم مع حد. أنا هموت من الرعب والفزع، نفسي أهرب بيه من الجحيم ده. دخلت الأوضة لقيته قاعد على السرير نفس المنظر وبيكلم حاجة بس مش متشافة. ومسافة ما ناديت عليه لقيت حاجة بتجري من تحت السرير وبتعدي ما بين رجلي، وصرخت صرخة رهيبة ونطيت من مكاني. وخرجت الحاجة دي للصالة من غيري. خرجت وراها وأنا بتنفض بتمنى من ربنا النجاة. وهناك شفتها، كانت اللعبة، العروسة اللي على شكل شخص شاحب الوجه،
كانت بتنزل دم من عينيها في مشهد رهيب مفزع، وكانت بتشاور على الحيطة اللي قدامها. بصيت بفزع ولقيت الجملة من تاني: 23 شارع الزهور البرية. رجعت أوضة ابني وقفلت الباب وأنا بتنفض لحد ما تاني يوم الصبح ومع شروق الشمس خرجت، بس العروسة ما كانتش مكانها، كانت في الدولاب ومقفول عليها. خدت ابني وخرجنا من البيت كله كأننا بنهرب من حاجة مرعبة. وصلت ابني للحضانة وقعدت أنا في الشارع أبكي من الرعب وقلة الأمان. طلعت موبايلي، فتحت الخريطة بتاعت جوجل وكتبت 23 شارع الزهور البرية. لقيت شارع واحد بس في مصر بالمسمى ده، كان في مصر الجديدة. وبدون أي تفكير طلعت على العنوان. كانت عمارة راقية جدا. طلعت للشقة وخبطت على الباب وأنا مش عارفة أنا هقول إيه من الأساس. وفجأة فتح لي راجل ضخم الجثة، راسه ضخمة جدا، بصلي بصة غريبة واستفساره عن وجودي. طلبت منه إن أقابل الست بتاعته. عملني بكل عنجهية وطردني من المكان وهو بيقول إن مفيش ست بيت هنا. نزلت من العمارة وأنا هموت من الخوف والتوتر. وقبل ما أخرج وأنا في حيرتي وقلقي، وقفني بواب العمارة لما شاف الدموع في عينيا واستفسر مني عن سبب وجودي وخوفي. وقتها بس وبدون وعي مني بكيت كتير قوي، وقلت له مش هتصدقني لو حكيت لك. لكن هو وعدني انه هيصدقني. حكيت كل حاجة بالتفاصيل. لكن الغريبة بقى ان الراجل ده صدق على كلامي وقال: أنا مصدقك يا بنتي. الراجل ده كان مشغل عنده بنت مسكينة بتنظف البيت، بس هو كان راجل قذر، اتحرش واعتدى عليها وكان بيضربها ضرب جامد، لحد ما في يوم لقيته بيقول إنها هربت وسرقته. بس أنا كنت شاكك فيه وواثق إنه عمل فيها حاجة، خاصة إن أنا عارفه كويس. ولقيت ساعتها البواب بيقول لي بصوت همس: هات العروسة دي يا بنتي، هاتيها. بصيت له باستغراب وقلت: اجيب ايه؟ هات العروسة للشقة عشان هي مش هتسكت غير لما تروح. ما كذبتش خبر وخدت العروسة وانا مرعوبة من شكلها. كانت وقتها العروسة مبتسمة ومبسوطة. خدتها واديتها للبواب اللي طلع شقة الراجل ده على سهوة منه، وبشرني ان كل حاجة هنا كده انتهت. وفعلا كلامه كان صدق، كل حاجة انتهت. حتى الراجل الفظ الملامح ده عرفت انه انتحر بعد يومين ورمى نفسه من البلكونة. ولما الشرطة دخلت الشقة لقيت العروسة قاعدة على الكنبة والتلفزيون شغال قدامها، شغال على فيلم تشيكي، دمية الرعب بتاعت الأفلام الأجنبي اللي بتقتل البشر. وبعد تحقيقات طويلة لقوا رسالة جوه العروسة بخط الإيد. البنت اللي كانت شغالة عنده كانت بتشتكي وبتقول إنها مقهورة، إنه بيتم الاعتداء عليها، وإنها حاسة إنه هيقتلها، وإنه ما ينفعش تسيبه لأن أبوها مديون للراجل ده. وبعد تحقيقات أكبر اكتشفوا جثمان البنت مقتولة في جنينة العمارة، مقتولة وفي حضنها العروسة غرقانة دم. العروسة اللي اختفت نهائيا ومحدش عارف طلعت امتى من تحت التراب وامتى نزلت تاني. وليه اختارت ابني أنا بالذات عشان تروح من خلاله هو للشقة؟ بس كان واضح إن القرين بتاع البنت دي ما كانش هيقدر يستقوى غير بواسطة ابني. عشان كده خرجت واستنت ابني الطفل الاستثنائي الأخرس، وأخدت من طاقته وساعدته على إن هو ينتقم لها. أهم حاجة العدل ده قائم في الأرض مهما حصل من ظلم. مفيش حد ظلم إنسان إلا وهيتعاقب، سواء في الدنيا أو الآخرة. بكده وصلنا معاكم لنهاية أحداث القصة للكاتب أحمد محمود شرقاوي. لو عجبتكم قصة النهاردة وناويين تكونوا من عيلة قناتي طلسم، فياريت ما تنسوش
ادعموا الحلقة والقناة بلايك وكومنت وشير، ولو أول مرة تشتركوا في القناة فياريت تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين. تصبحوا على ألف خير.